السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء. احنا كده فين بقى؟ في محطة قطار كفر الدوار. خليكم معايا بقى نصور كام لقطة هنا ونطلع برا على ترعة المحمودية نصور كام لقطة برضو. تعالوا بقى نخرج من المحطة ونطلع فوق عند ترعة المحمودية نصور لحضراتكم كام لقطة، وبعد كده نركب العربية ونصور لحضراتكم مشروع تطوير محور المحمودية بالبحيرة. وكده يا جماعة طلعنا على الشارع اهو، على ترعة محور المحمودية بالبحيرة، وانا كده فوق الكوبري وسفير مول على اليمين اهو. خليكم معايا بقى نصور هنا كام لقطة وبعد كده نركب العربية واصور لحضراتكم اخر تطورات في مشروع تطوير محور المحمودية بالبحيرة. وهنا في كفر الدوار يا جماعة مفيش تطوير، يعني تطوير محور المحمودية بالبحيرة هنا في كفر الدوار مفيش لسه. هو تم ازالة التعديات والحاجات دي لكن التطوير لسه ما اشتغلش هنا، هو شغال من بعد كفر الدوار ومن قبل كفر الدوار. تمام، عشان حضراتكم تبقوا عارفين الدنيا فيها ايه. وانا عارف اللي في حضراتكم يعني مشاهدين كتير بيحبوا كفر الدوار، فانا قلت اجي اصور لحضراتكم فيديو عشان تشوفوا الدنيا فيها ايه. يا رب اكون مش حارمكم من حاجه. ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. تعالوا بقى يا جماعه نركب العربيه ونصور لحضراتكم تطوير محور المحموديه بالبحيره. والبيوت اللي هناك ده يا جماعه البر التاني دي، يعني البيوت اللي هي قريبه من حرم الترعه تم ازالتها النص الامامي، يعني النص الامامي من البيوت تم ازالته عشان توسعة الطريق وكده، وفي بيوت زي ما هي اللي هي ورا شويه. تمام، هسيب حضراتكم بقى تتفرجوا على الفيديو للاخر وان شاء الله انتظروا مني فيديو جديد. سلام واشوفكم على خير. سلام.